بعد ما خرجت من فيلم ذا منيو يوم الجمعه اللي فاتت على طول عملت تيك توكايه كده، ايوه اللي بتوع افلام. لو انت لسه مش مشترك في تيك توك عندي اشترك على طول، عشان بعد اي فيلم غالبا هعمل تيك توكايه كده اديكوا رد فعلي على طول من بعد الفيلم. قلت اللي بتوع افلام طبعا تنتظر، هنعمل حلقه مخصوص يوم الاحد عن فيلم ذا منيو، عشان من الاخر من قبل بقى ما اقول لك الفيلم حلو ولا وحش من بعد المقدمه على طول، احب اقولها لك في المقدمه على طول. الفيلم خطير جدا جدا جدا، وبالنسبه لي واحد من مفاجآت الافلام اللي نزلت في 2022. هنتكلم عن كل حاجه في فيلم، بس قبل ما ابتدي الحلقه بقى عايزكم تظبطوني لايكات كتير جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على الانستجرام بيج والفيسبوك بيج، دوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا وسهلا عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا بتوع افلام قبل اي حاجه، طبعا انتوا عارفين انا واحد كروي جدا، بس انتوا بتوع افلام برضو ما تخلوش يعني كاس العالم يمنع ان انتوا تخشوا الفيلم ده في السينما، لان الفيلم ده واحد من الافلام اللي انا خارج منها مستمتع جدا، حاسس بانبساط شديد قوي. وهقول لكم الاسباب كالاتي، يعني في الايجابيات والسلبيات وكل الكلام ده. وقبل ما ابتدي الايجابيات على طول يا بتوع افلام لازم اقول لكم عن تجربتي مع الفيلم ده ايه. الفيلم ده شفت اعلانه اكتر من 3-4 مرات من خلال السينمات، يعني لما كنت بخش السينما ده الاعلان اللي بيبقى قبل الافلام على طول، فشفته كتير جدا الاعلان بتاع ذا منيو. Good evening. والصراحه بعد ما شفت الاعلان قلت ماشي هبقى اتفرج عليه، او ممكن استناه بقى لما ينزل على النت، ولو حلو فعلا ويستاهل ممكن ابقى اعمل عليه حلقه. بس الصراحه كده يوم الجمعه قلت لا، انا عايز اخش السينما وعايز اخش الفيلم ده ونشوف ايه الكلام، لان الفيلم ده يعتبر احدث الاصدارات اللي في السينما حاليا. فدخلت الفيلم وانا عارف ان انا هخش فيلم قشطه هيبقى حلو، هخرج من الفيلم اقول قشطه فيلم حلو. لكن اول ما خرجت من الفيلم قلت لازم اكلم بتوع افلام واتكلم معاهم على تيك توك على الاقل، اقول لهم يا بتوع افلام الفيلم ده خطير ولازم تخشوه، لازم تشوفوه في السينما. لان مبدئيا اول حاجه مبسوط منها جدا، ودي نبتديها مثلا في اول ايجابيه معانا في الفيلم، الاعلان نفسه ما باينلكش كتير، او بان من الاعلان الناس اليت جدا وناس نضاف قوي ورجال اعمال وبتاع، راحوا مكان او راحوا ريستورانت نضيف قوي وغني جدا، وصعب جدا انك انت تروح تتعشى هناك عموما، لان العشاء هناك طبعا غالي جدا وللاثرياء فقط وكل الكلام ده اللي بان من الاعلان. واضح من الاعلان برضو ان هيحصل كلاش وهيحصل اثاره وتشويق، لكن ما باينلكش بقى الفيلم ده خباياه ايه وكل الكلام ده، لان الفيلم ده فيه اسقاطات كتيره جدا 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 ورسائل خفيه كتيره جدا، وطبعا بيتكلم عن طبقيه برمزيات كتيره جدا. فيلم فيه رمزيات كتيره قوي، ودي حاجه كانت عجباني جدا، مع الاثاره والتشويق انك انت قاعد في الفيلم من بدايه مشهد معين، عشان بدون حرق يعني، من بدايه مشهد معين وانت قاعد كده على الكرسي، طب ايه اللي هيحصل، ها انت قاعد تتفرج على كل ثانيه بترقب، اللي هو بكل حواسك عمال مركز مع الفيلم جدا، مع كمان اداءات تمثيليه خطيره. وفي نفس الوقت دي برضو من الايجابيات الغريبه والجامده جدا في الفيلم، ان في شده المواقف وفي حده المواقف اللي احنا فيها ممكن يطلع مثلا مشهد كوميدي خفيف جدا بسيط، بس القاعه كلها في السينما كانت بتضحك. وبمناسبه القاعه بتوع افلام دي ايجابيه لازم احطها برضو في الفيلم، او تجربتي مع الفيلم، عشان ممكن الايجابيه اللي انا بتكلم عليها دلوقتي دي ممكن ما تبقاش مع كل الناس، على حسب مثلا مواعيد العرض، على حسب كميه البني ادمين اللي في القاعه او كل الكلام ده. لكن الفيلم ده بالنسبه لي من اكتر الافلام اللي دخلت فيها كانت القاعه يعتبر شبه كومبليت. كان بقالي كتير جدا ما حسيتش الاحساس ده، عشان كان بقالي فتره بخش الصبح، فكان بقالي فتره على طول حاسس باحساس ان انا وحيد في القاعه كده. التفاعل بقى بتاع الجماهير، كنت حاسس ان احنا كلنا في القاعه ناس يعني فرقه واحده تتفاعل مع كل مشهد. مشاهد الضحك كلنا بنضحك، مشاهد الاثاره والتشويق كل واحد بيقول ايه ده وبتاع، مش ببواخه، مش باللي هو الناس عماله ترغي وعماله تقول افيهات وبتاع، لا انا كان عاجبني جدا اجواء القاعه اللي انا كنت فيها الصراحه، ودي كانت من ايجابيات الحلوه جدا اللي في الفيلم. اما كاخراج الفيلم ده بالنسبه لي من اقوى عوامل الفيلم ده بكل تاكيد، لان بص اقول لك على حاجه، الجزء الاولاني او النص الاولاني من الفيلم او 3/4 الجزء الاولاني من الفيلم كان يعتبر تحس انك انت قاعد في ريستورانت بيقول لك على الاطباق اللي هتنزل لك النهارده، وبيقول لك الوصف بطريقه كده جميله، وفي نفس الوقت بتشوف طريقه الطبيخ في المطبخ والفريق بتاع الشيف وهو دقيق جدا وهو بيعمل الاكل، وطريقه بقى الشيف وهو بيتكلم عن الاكل واللهفه بتاعته وطريقته كده وهو بيتكلم عن الاكل. انا شاري الفيلم من قبل اي حاجه، لو الفيلم كان كمل كده مع بعض اثاره وتشويق في الاخر انا شاري
الفيلم عجبني، طريقه تصوير الاكل وطريقه تصوير المكان وطريقه التصوير والالقاء والممثلين وكل حاجه كانت اكتر من رائعه. فدي برضو صياعه مخرج، وهو المخرج مارك مايلو، اللي هو يعتبر معظم اعماله اعمال دراميه تلفزيونيه. وركز كده على الاعمال اللي اخرجها، ركز كده على الاعمال او الحلقات اللي اخرجها من الاعمال، اعمال تقيله وبحبها جدا جدا جدا. زي ان هو مثلا اخرج 13 حلقه من المسلسل اللي انا رشحته لكم مثلا في اخر حلقه بتاعت ترشيحات مسلسلات، مسلسل سكسيشن. وايضا اخرج 6 حلقات من مسلسل جيم اوف ثرونز، والمسلسل اللي يعتبر اخرج فيه اكتر عدد من الحلقات هو مسلسل انتوراج، اخرج 23 حلقه. فانا خلاص المخرج ده كيفني جدا، وهبقى بعد كده اشوف ايه الاعمال اللي هيعملها فيما بعد، وهبقى مطمن قوي. اما بقى الممثلين بقى، الفنان رالف فينز، هل هو ممكن يترشح للاوسكار؟ اعتقد ان هو لازم يترشح للاوسكار. هل هيكسب الاوسكار؟ ما اعتقدش ان هو هيكسب الاوسكار، بس اداؤه كشيف اكتر من رائع، كواحد شيف بيحب مهنته قوي وفي نفس الوقت تقلق منه قوي، وفي نفس الوقت تعبيراته بتبين كل حاجه. وطبعا معاه الفنانه المتالقه جدا خلال الفتره اللي فاتت دي، هي النجمه المستقبليه وهي دي النجمه بتاعت دلوقتي، انيا تايلر جوي. ودي طبعا مش بعيد عليها، وعاجبني ان هي فعلا حتى الان بتختار الاعمال الجامده، هي ما بتخيش حتى الان، ما عملتش عمل سيء برغم النجاح اللي عملته في كوينز جامبت، بس برضه حتى الان هي محافظه على الحوار ده لان هي ممثله شاطره. لكن الصراحه تسالني مين اكتر واحد شدك في الفيلم، اكتر شخصيه عجباك طريقتها في الفيلم، هقول لك الفنانه هونغ تشاو. من اول لقطه ليها وهي هتشدك، وانت هتفهم ان دي ممثله تقيله قوي قوي قوي. من اول لحظه من الفيلم لمشاهدها وهي بتتكلم مع الزباين ازاي، برغم ان الاحداث عكس طريقه برودك دي خطيره، ومتحمس لها جدا جدا جدا. ان هي واحده من ابطال العمل اللي انا منتظره، اللي هو يعتبر اكتر فيلم انا منتظره في 2022، ومتخيل ان هو ممكن يكون رقم 1، فيلم ذا ويل بتاع براندن فريزر. هي واحده من ابطال العمل، فانا اتحمست للفيلم اكتر واكتر واكتر الصراحه. وطبعا باقي الممثلين وباقي طبعا الزباين اللي كانوا موجودين في الريستورنت، انا ده برضو من الحاجات اللي عجباني، ان الفيلم يعتبر اغلبيته او 90% منه في لوكيشن واحد. فانا بحب الحاجات دي، انك انت بتبقى في تحدي في مكان واحد وما زهقش من الفيلم. فانا ما زهقتش من الفيلم خالص. وبالنسبه لي برضو كل الممثلين اللي كانوا في الفيلم كانوا بيمثلوا حلو قوي، وبتشوف بقى شخصيات مختلفه، عشان كده بقول لك في رمزيات مختلفه، الممثل المشهور، الناقده المشهوره، الرجل الاعمال، الدكتور، الكل. بص هتلاقي بقى كل الطبقات، وفي نفس الوقت انت هتفهم الرمزيات. هو الموضوع مش صعب، مش هتحس اللي هو يا بقى تعقيدات جدا وانا قصدي في اللقطه دي، لا الموضوع مش محتاج، هتفهمه على طول. ونيجي دلوقتي في حته سلبيات، ان في ناس كتيره جدا مقسومه نصين، مش عاجباهم النهايه خالص، او مش فاهمين النهايه، وفي نفس الوقت حاسين اللي هو لا النهايه بوظت الفيلم. او انا بالنسبه لي النهايه لا ما بوظتش الفيلم، والنهايه شفتها طبيعيه جدا، يعني طبيعيه بالنسبه لرمزيه الفيلم او رساله الفيلم اللي هو عايز يديها لك. لو واحد عايز يشيل الرمزيات او هدف الفيلم او رساله الفيلم وعايز يشوف فيلم سسبنس وكده، طبعا هيبقى بالنسبه لك النهايه مش النهايه التقليديه اللي هي تشبع الجماهير عموما. معاك في دي في الحته دي، بس انا عادي ما اتضايقتش، خارج من الفيلم مبسوط جدا. وزي ما قلت لكم اهو، انا حتى الان بالنسبه لي ده الفيلم ده واحد من مفاجآت السنه، يعني ما كانش في دماغي، ما كنتش حاطه في الليسته، شفت الاعلان برده ما حطيتش في دماغي ان هو ممكن يبقى من احلى الافلام اللي انا شفتها السنه دي، بس فعلا هو واحد من احلى وامتع الافلام، ومن احلى التجارب السينمائيه اللي انا مريت بيها في 2022 الصراحه. اما بالنسبه للنهايه، انا هقول جزء بالحرق اللي انا فهمته من الفيلم. انا الصراحه لغايه دلوقتي ما شفتش على اليوتيوب بقى الاكسبليننج وايه اللي حصل في النهايه، انا هفهمك اللي انا فهمته، ممكن اكون غلط خالص، ممكن تصحح لي تحت، او ممكن كل واحد طبعا بيشوفها من وجهه نظره. سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات للناس اللي شافت الفيلم، وبالنسبه للناس اللي ما شافتش الفيلم وقف هنا طبعا عشان ده هيبقى حرق النهايه، وطبعا هقيم الفيلم وهمسي عليكم في الاخر، وطبعا لايك لو عجبتك الحلقه، واحلى مسا عليك. بصوا اللي انا فهمته من النهايه، ان هي لما دخلت بيته وبصت على الصور بتاعته اللي في الاوضه بتاعته، هي لاحظت ان هو حاد جدا في المطبخ، وان كل الناس اللي جوه معاه شغالين، مش شغالين بحب، شغالين معاه كجنود كده. فلما لقيت المشاهد الوحيده اللي هو كان بيضحك فيها وفرحان وبتاع، لما كان بيعمل برجر واخد افضل ولد ساعتها عمل تشيز برجر وكده، فكان عليه ابتسامه وحب في اللي هو بيعمله. فهي لما رجعت حست بقى اللي هو ايه، انا عارفه نقطه ضعفك، انك انت بتحب اساسا هذه المهنه وشغوف بيها جدا وكل الكلام ده. فهي طلبت منه، انا لا انا مش عاجبني اي حاجه، انت كل حاجه انت مش عاملها بالحب وبتاع. فهو ده بالنسبه له نقد، اللي هو ايه ده، لا انا اكلي جامد قوي ايا كان ايه. قلت طب انا عايزه واحد تشيز برجر. هو فهم من يعني اللي هو من طريقه اللي هو ده انت شفتي بقى الصوره وفهمتي. فهو فعلا لاول مره تشوف الممثل رالف
فينز، وهو بيضحك هتلاقيه وهو بيعمل البرجر، هتلاقيه بيعمل البرجر كده ومبسوط وسعيد جدا، وقدمت له بتاع، فهي بقى بالصياعه بقى اللي هو ايه، طب خلاص انا خلصت ممكن اخده تيك اواي. وكمان انتوا فاهمين ان هو جايب ناس باساميهم لان هم ارتكبوا اخطاء كتيره جدا ان هم دول اللي يموتوا، فهي دي البنت الوحيده اللي مش عارف يمسك عليها حاجه، وعمال طول الوقت انت مين فاهميني، قولي لي اصل هقتل واحده انا مش عارف عليها حاجه، مش للدرجه، هو عنده منطق كده مثلا، خلاص امشي. لكن كل واحد ارتكب خطايا، دماغ غريبه، دماغ بتاع، بس انا ده اللي انا فهمته من النهايه. هل انت معايا في النهايه دي ولا لا؟ سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، دي اهم حاجه. وفي الاخر تقييم الفيلم ذا منيو هو 8 من 10، بس يعني من كتر ما انا انبسطت ومن كتر ما انا زي ما بقول لك اكسبيرينس جديده، يعني هو فيلم 8 من 10، انا هديله 9 من 10 الصراحه. انا انبسطت جدا ومفاجآت السنه دي، وفيلم ما تفوتوش في السينما، وطبعا ما بغصبش عليك تروح السينما ولا براحتك، بس هو فيلم عجبني جدا الصراحه. وبس بتوع افلام ده اللي اقدر اقوله لكم على احدث اصدارات السينما، فيلم ذا منيو اللي عجبني جدا. وسؤال الحلقه، هل شفت الفيلم ولا لا؟ والسؤال الاخر، هل انت متفق معايا في النهايه اللي انا قلتها دي ولا لا؟ سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، دي اهم حاجه. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام اظبطوا لي لايكات كتيره جدا جدا جدا، ده لو عجبتك الحلقه طبعا عايزكم تشتركوا على الانستجرام بيج وفيسبوك بيج، وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلك الحلقه اول باول، ولو مش مشترك في القناه اشترك في القناه بعد اذنك لو عجبتك الحلقه طبعا. واحلى مسا عليكم.